ركز معايا، في ماتشات النهاردة فيها فرص جامدة جدا للعب الآمن. خليني أقولك التحليل بسرعة، بس قبل ما نبدأ ما تنساش يا برنس اللايك، ولو حابب تنضم لفريقنا على ميلبت ما تنساش تسجل بالبرومو كود جودة123. أول ماتش عندنا البرج ضد ريسنج. البرج على أرضه بيبقى تقيل، وريسنج دفاعه مش ثابت خالص. البرج بيهاجم كويس خصوصا قدام جمهوره، وأنا شايف إن في هدف جاي منهم بنسبة كبيرة. الحدث الآمن هنا البرج يسجل هدف واحد على الأقل، وده منطقي جدا لأن البرج سجل في أغلب مباراته الأخيرة، وريسنج دايما بيستقبل من أقل الفرص. نروح على ماتش دينامو ضد نساف. نساف فريق بيقفل اللعبة حرفيا وبيعرف يخنق خصمه تكتيكيا. دينامو مش بيعرف يتعامل مع فرق بتقفل كده. الحدث الآمن هنا تحت 3.5 أهداف في الماتش. الماتش ده مش هيكون مفتوح خالص. ندخل على ماتش جاي ليز ضد KMG. جاي ليز نازل مرشح وبيلعب هجومي جدا، وسجل أكتر من جول في آخر كذا ماتش. في المقابل KMG دفاعه ضعيف جدا. الحدث الآمن هنا جاي ليز يسجل أكتر من هدف. فرص التسجيل عالية جدا خصوصا مع الفارق الفني الكبير. بعده عندنا ماتش IFK ضد سيريس. الفريقين بيلعبوا مفتوح والدفاع مش قد كده عند أي طرف. IFK بيسجل دايما على أرضه، وسيريس بيستقبل بسهولة. الحدث الآمن فوق 1.5 هدف في الماتش، يعني جولين بس وتمام. وأخيرا الماتش اللي الناس كلها مستنياه، مونتريال ضد انتر ميامي. ميسي أو من غيره، ميامي فريق هجومي نار، والمفاجأة مونتريال دفاعه بيغرق في كل ماتش تقريبا. عملت لايك ولا نسيت؟ الحدث الآمن هنا فوق 2.0 هدف، يعني لو تسجل هدفين بس فلوسك ترجع، ولو أكتر تكسب، وفرص الأهداف هنا كبيرة جدا. دي كانت نظرة سريعة على ماتشات النهاردة. شايف انت ايه؟ تكتب لي توقعاتك تحت، ويلا نكسب بالعقل. وبكده خلصنا. أحب أقول بقى لأخواتي اللي وصلوا لحد هنا، انتوا أجدع ناس. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.